يبقاش كده يعني، يبحبحها شويه. مش بحبها ازاي يعني؟ مش فاهم. بحبحها. أنا مش يعني عارف تبقى حاجة. متسامح اكتر لا لا من لا, كده، لا انا يعني انتوا في صريح. فيلم واحد وعشان عملت لا حركة لا مش لطيفة فانت جيت تنتقم في الحلقة. دي حقيقه. اتصلي بمحمد عبد المنعم ومالك دلوقتي وقولي له وحياة عيالك الاغنيه طب دي كانت والنبي لا بتاعت مين؟ تتصلي، بس والنبي لا تتصلي. فانا بس مش بقول لحضرتك بس كلم محمد عبد المنعم دلوقتي، قول لك الاغنيه دي اتصلي مين. وكلمي بس محمد، هو كان معايا اصلا لسه عشان محمد تليفون عبد المنعم قبل ما زعل اخش. بس. زعل بس من امينه، زعل بس. قال لا طب مش هديك الاغنيه وراح مديها قبل بس. قبل والله. الحلقة انت عارفة احنا اتقابلنا قبل كده، فبقول لهم بوسي دي لطيفة قوي، قالوا لي بس لما بتتعصب بتبقى عصبية جدا 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 جدا. جدا، بس ما ممكن ينفعش اتعصب على سعد عشان سعد حبيبي. لا 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 مش اتعصبي قصدي. اتعصبي يا واخويا فندم، واتعصب اتعصبي. ليه يا هل عم؟ فعلا اتعصبي يا فندم عادي. ثانية واحدة، والله في سؤال، هل فعلا حصل خناقة جامدة جدا بينك وبين راقصة في مكان من الأماكن اه ومديتي ايدك عليها فعلا؟ اه ضربتيها ضربتها، ده انا جبتها من الباروكه، من جبتها الباروكة؟ ارض ارض. افتريه. ليه؟ يا عم واحده جوزت جوزي، عايزني اقول لها ايه؟ اسمي عليها؟ شفت كده في الجمهور ايه؟ قالك يا نهار اسود، ده احنا دلوقتي بيقطعوا بالسكاكين حتت. قصدي دي مش اخلاق فنانين يعني. مش اخلاق يا- فنانين. ده حاجة واحده شخصية تخطف مالهاش جوز علاقة. واحده، عايزني اعمل لك ايه؟ مالكش دعوه ببوسي يا دنيا، انا بني ادم عاديه وست ومتجوزه. دلوقتي انت جوزي اه ورحت اتجوزت عليا، عايزني امسك اللي انت اتجوزتها دي اعمل فيها ايه؟ اسمي عليها لا مسكين انا. ولا اعمل فيها ايه؟ مسكي جوزك مسكت انت. الاتنين يا حبيبي. ضربت جوزك؟ مالكش دعوه بقى. لا ما بضربش. ما بضربش. انت مراتك اكتشفت في يوم من الايام انك على علاقة بفنانة أخرى؟ انا عمري ما خنت مراتي. مين؟ اللي مين؟ اللي مين؟ بلاش انت بقى. مش هقول يعني أنا لما بيحصل اشاعات زي دي مراتك ما بتتصرفش في حاجة زي ما دي؟ ينفعش يا فندم. عمري مراتي، هو انت عايزه مراتي انا لو عرفت ان انا متجوز تنزل وتروح تمسك المطربه ولا اللي انا اتجوزتها وتضربها؟ حقها. مين يا فندم الكلام ده؟ حقها جوزها مفيش يعني. كلام ده يا فندم، الكلام ده بتاع الناس على اساس ان احنا ولاد شوارع يعني؟ اللي تقولي حضرتك برنامج. ايه ليه تقولي؟ في اخلاق، انت فنانه، انت يا حد. عم انا انت فنانه فيمس. بقول لك بلا فيمس بلا بتاع. قدوه للناس. آه. لما الناس تلاقي بوسي ماسكه رقصه وتركب الشالوت وتدي في عينها ايه ده؟ كنت أيوة. لسه ما بقتش بوسي والله. انا شايف ان ما تزعلش مني في بعض الهجوم منك ضد بوسي. ده انا بقى ده بوسي حقيقة. عامله حساب للفيلم اللي بينكم مثلا او الشغل اللي عامله بينكم؟ حساب طبعا. طبعا. نساعد اخويا عشان ما طلعت في ممكن ما تمشي من بيننا الفيلم شغل حضرتك. وكمان امشيها بالفيلم في 3 دقايق. تمشيها؟ اه مين؟ يعني ايه تمشيها؟ دي زميله، يعني ايه انا تمشيها؟ بطل فيلم حضرتك، ده باسم الفيلم ده حضرتك. بس انت مش المخرج ولا انا المنتج. اللي هو انت اللي اسمك بلبل؟ انا اللي جايبها حضرتك. هو انت اسمك بلبل؟ انا اللي جايبها حضرتك. والله. ايوه انت اللي جايبها، لكن انت تتخانق يا معاها فتروح عم تقول لي مثلا يا استاذ ماشي، احمد انت اللي سبكي جايبني يا عم، شرف ليا مشيها. انك تجيبني يا سعد. بقول لك ايه، مش لو احنا الحاج عملنا أحمد مشكله خالص دلوقتي مين اللي يعني. هيقوم؟ انت اللي هتقومي ولا مين اللي هيقوم؟ مش انت صاحبه البرنامج؟ اه طيب لو حصل مشكله هتقوم انت صح؟ لا لو حصل مشكله انا احترم ضيوفي ولازم اكمل البرنامج، ما فيش حد هيمشي، احنا مش جايبين قطه عشان نمشيها. والله ده انا رايي، انا ده رايك انت حضرتك، ده رايي لا أنا. ده مش رأيي، هي المهنة ليها قوانين، مفيش زميل في فيلم مع زميلة يقول امشيها. خلاص مش هيشتغل الفيلم، هيعملوا ايه؟ هيقول لك انا لو اعتبر انت احمد سبكي تقطع ارزاق يعني؟ لا ارزاق لا، امال ايه؟ ده رزق. ما هو انت مش لما تقطع اكل عيش يعني؟ ما انت من هنا، ما انت من هنا مش كويسه، اصفراويه وفي كل حاجه، الصفات فيك كلها، فخلاص كنت بفكرك كويسه وحد انت صاحبتي وخلاص قولوا يا جماعة، مش وبحبك كده. وبتاع ما كلام من ده ينفعش بتاع، كده، قولوا لكن لي. تقفي تتكلمي بقى من ورايا وتقولي كاني وماني وبتاع وتضربيني في الشغل. لا خلاص طب انت مش كويسه خلاص، شيلي بقى، شيلي من هنا وجاي. ده مين بقى اللي صفراويه؟ ايه؟ ده مين بقى اللي كل واحد صفراوية؟ عارف نفسه، انا وجهت لك الكلام. طيب بقى ما تجمعش يا سعد. انت لا انا بجمع، انت انا جبت لك لا وجهت ما لك. تجمعش يا سعد. طب انت، طب اقول لك حاجه، انت صفاريه من هنا. انا صفراويه؟ اه والله. صفراويه بيضاويه احمريه، ده ليا يا سعد والله مش صفاريه ليك. والله، ومن هنا مش ليك. مش كويسه ما والله. ضرتكش في حاجه يا سعد لا عشان تقول عليا ضرتيني صفراويه؟ كتير، هو مش ضرتيني هينفع كتير وانا ضرتك ضرتك ساكت. في ايه؟ والله كانت ايه كتير. دنيا بتاعتك وانا خدتها منك ولا حط ايده والله. ياه؟ لا حط ايده يا. تحبي امينه؟ جدا. حافظه من لها حاجة قبل طيب؟ لما بصي من قبل لما انا بقول لك حاجه يا استاذه، وثانيه واحده عشان بس اوريك أنا عايز- انها راقيه بس انا اقول لك حاجه وهي تتكلم بعد اذنك. بحبها. بصي شوف الدنيا، الدنيا اقسم بالله العظيم 3، والله العظيم 3 كان بتتمنى تسلم عليا، تتمنى. طب هي عملت ايه ساعة دلوقتي؟ ما اشرف جه جابني كده يا استاذ سعد مش عارف ايه، دلوقتي رجل والحكايه والروايه. عايزه تعمل ايه؟ حتى رجل على طب رجل ما زي انت عامل لي الجميلة كده، عادي. قلت لك اعملها ايه؟ ماشي هي الدنيا اربع كده. طيب.
وبتزعق وخف يا سعد وبتاع عادي، هي الدنيا كده. مم. اول ما حد يديله اغنيه شكرا، بس يا ريت يا رب تدوم. تحب امشي؟ لا يا ست انت اقعدي وانا لا امشي. ما هو انا انت ضفت هو. انت ضيفت، انا اللي جاي عليك ضيف، انا امشي انا تحب لو امشي عايزين. يا رورو؟ لا يا لو جاي حبيبتي عايز ازاي تمشي؟ انا مش صعب. عارفه، معرفش بصي إن ما الدنيا كده. بحبش والله، ما بحبش اعمل مع حد مشاكل. الدنيا كده. لا مفيش ليه بحبش مشاكل؟ حد ده وانا يزعل. اصلا جايبينكم على انكم ما اتنين بحبش بتعملوا ولا فيلم حد مع يزعل بعض. مني على ولا فكره ازعل على حد. فكره احنا مش على الهوا، انت ما تعرفيش تعملي مشاكل والله العظيم، وانا كنت فاكر غلط. يا انا كنت سعد، مفكري غلط. انا كنت سعد. واخدك اختي لغايه مثلا 3 ايام. انت دلوقتي لسه بتشتغلي في شارع الهرم؟ ما بتروحيش كباريهات خالص. هل انت بتعتبريه ايه قصه، ايه السر ان الواحد يبقى بيشتغل في شارع الهرم؟ كل الشعبيين عملوا كده، مم. وبعدين لما يبتدوا يشتغلوا افراح كتير يسيبوا شارع الهرم. هل هو مكان ما بيبقاش مريح بالنسبه للمطرب، لكن لازم نقطه البدايه تبقى من هناك مثلا؟ لا هي مش نقطه البدايه، وعشان انا كنت من الزقازيق، مم. ف تعرفيش حد؟ فما انا ما اعرفش، فلازم بقى اجي مصر واشتغل. انا طبعا انا كنت بروح اوردرات في مصر، بس نزلت شارع الهرم طبعا. يعني هي مرحله في عمر البني ادم، مم. لكن طبعا ما بتسيبوها يعني ليه بعد شويه بتسيب شارع الشغل الهرم؟ مش مريح. ما يعني انت عارفه طبعا الناس بتبقى هناك بتبقى مم. عامله ازاي، واللي بيسهروا والناس والشغل بيبقى عامل ازاي، الافراح فطبعا أحسن. مش مريح. يعني عايزه اقول لك ان ايهاب توفيق، عمرو دياب، محمد لا فؤاد، الناس دي ما ايام اشتغلتش. ايام لا اشتغل والله، ايهاب ومدحت ومحمد الحلو وعلي الحجار. بس ايام ما كان شارع الهرم بقى، ايام زمان ما كانت الناس بتيجي عشان تسمع الفنان ده بس واحد زي عمرو وترمي عليه دياب فلوس مثلا ما عشان تسمعه، اشتغلش. مش عشان تحييه. استاذه نعم. شفت بقى من زمان هي عندها كام سنه كده؟ بصي لحقت، بصي السن هيبان دلوقتي. ايه يعني ايه؟ يا عم عندي 50 سنه بعمل عمليات تجميل. يعني ايه السن من زمان؟ ما هي بتقول من زمان، يعني من 3 4 ايوه من سنين. زمان بسمع والناس بتحكي لي وبتقال لي. انا مش مم. لا لا يعني من 3 4 سنين انا فاهمه، بس من 3 4 سنين ده مش لا معناه انا بقالي في زمان. شارع الهرم حضرتك كتير. قلت سؤال بقالي وهنا في سنين. الحلقه بقى حضرتك. بقالي يلا سنين يعني حضرتك من شوفي وانا عندي الحلقة. 20 سنه وانا دلوقتي عندي ما 26 انا بقول سنه. 6 سنين. يعني قولي مثلا قولي 5 سنين مش 6 سنين، مم. 5 سنين. اشتغلت انت في شارع الهرم برضو؟ وما زال بشتغل في شارع الهرم وعمري ما زلت؟ طبعا وعمري ما اقدر اسيب شارع طب الهرم. ليه بوسي بتقول ان هناك ما بيبقاش المنظر قوي ولا الناس بتسمع طرب بجد بص حضرتك ومستوى؟ اللي عنده اصل بس هو اللي اللي ما عندوش اصل هو اللي ممكن ينكر الكلام دوت. ان ايه الكلام ده؟ بقول انا شارع الهرم هي ده. بتقول ان هو المستوى انت ما بتغني بقاش. في جامعه اصلي وانت حاسس ان انت ده خالك ولا ابوك؟ اه ما انت عشان الناس وقف يعني اشرف كرم ده حضرتك لما وقف جنبها كانت شغاله عنده ما كانش حد يعرف يشغلها بس في المحل وقف دوت. جنبي فين ان شاء الله؟ فدلوقتي خلاص بقى شارع الهرم وحش وقف جنبي في ايه والناس فيها على مش عارف. اساس ان المحل شارع بتاعه الهرم اكبر ده محل في حضرتك شارع شارع الهرم؟ الهرم ده ركب سعد الصغير عربيه، اللي ركبها عربيه حضرتك، اللي خلاها تلبس اللبس الشيك الجميل الحلو دوت مين ده؟ هو شارع الهرم ايوه حضرتك. ده فخر يعني، شارع الهرم ده نعتبره فخر يعني. اه فخر طبعا حضرتك. فخر. لا مش اه فخر على عيشنا فكره، ده ده انا حضرتك. كنت ما بكسبش فيه، ده اكل عيشنا دوت. وحياة ابني ما كنت بكسب في شارع الهرم. كنت بكسب. الكباريه امال فخر. عامله الفلوس دي كلها منين؟ فلوس مين؟ الكباريه فخر. اه فخر حضرتك طبعا. فخر. اه طبعا فخر. اكل عيش، بص حضرتك اكل عيش لازم، مش بتتكلمي بصراحه. ما المخدرات اكل عيش. انا من والله الآخر أنا كنت بشتغل انا ما عشان ركبتش خاطر عربيه الفرق الا من شارع والله. الهرم حضرتك. بشتغل عشان خاطر الناس اللي ورايا، اللي هي ربنا جعلني فاتحة بيوت. السبب افتح بيوتهم. يعني الفلوس اللي انتجتي منها بقى ده ما كانتش من شارع الهرم؟ ما كنتيش حوشتيها من والله شارع ما الهرم؟ بنكسب منه، والله ما بنكسب امال منه. جبتي الفلوس منين؟ لا اوريدي جوزي. لا هي حضرتك جوزي كان معاه عندها فلوس. سوبر ماركت حضرتك وبتنتج بقى من السوبر ماركت. عندي كشك. كانت بتجيب فلوس سوبر ماركت. عندي ما بقى طبعا كشك. من فلوس الهرم حضرتك. احنا ليه مش هو البرنامج ده صراحه حضرتك ولا كده؟ لا بس انا بقول لك انا ركبت العربيه دي من شارع الهرم، فهي لازم لما تقول لي انتجت كانت فلوس شارع الهرم. لما هي ما كانتش بتكسب، طب جابت فلوس منين حضرتك؟ من الاخر هي بقى. هي مش بتقول جوزها. متجوزه، مش متجوزه طب ما أنا. جوزك شغال فين حضرتك؟ محاسب يا شغال معانا عم في شارع انا الهرم. مالي، ما ابقى ما هو سعد. معانا. سعد جوزي معاه من فلوس في شارع الهرم كان بيشحت بيها، هو حر. طيب الموقف شاف في شارع الهرم، خليك الله. صريحه بقى. هو أستاذ حر، هو فاطين ده معاه حضرتك. فلوس. والله يا دي وجهة سيدي. نظرك ان شارع الهرم ده وانا اللي فخر اصلا شارع الهرم ماشي، ما ما يلزمنيش ان انا اشتغل فاطين فيه، ده انا كنت حضرتك بشتغل شغال في عشان شارع خاطر الهرم فرقتي. بقاله مش 20 سنه أكتر. شغال في ست شارع الهرم. بتقول ان هو مش حاجه ما تناسبهاش وكانت مضطره عشان الفرقه اللي أنت انا وراها. بتتكلمي في مضطره الفلوس والله، دلوقتي انا حضرتك، دي أنت بتتكلمي مرحله على في كده. حياتي حضرتك والحمد لله ربنا خلصني منها. لا ما انا مش هقول لها اكيد لو النبي روحي ارجعي الكباريهات تاني. انا بقولش يرجع حضرتك، بتقولي الفلوس، انت بتقولي لها ده سؤال صريح، انتجت منين؟ بتقول لك لا من جوز حضرتك شغال معانا بقاله 20 سنه في شارع الهرم ولغايه دلوقتي في هي شارع عندها الهرم. 26، هو شغال معاكوا انتوا؟ اه معانا حضرتك من قبل ما يتجوزها وشغال في شارع الهرم بقاله حوالي 20 سنه في شارع الهرم دلوقتي حضرتك. هو مش شغال معاه في شارع الهرم، معاه نمر تانية شغاله انت في شارع متوتر الهرم. قوي كده ليه؟ هو جوزها اصلا ماسك نمر تانية حضرتك شغاله في شارع الهرم. انت متوتر قوي. مش متوتر حاجه، اصل كده في كدب حضرتك. هو فاطين ده حضرتك مش ماسك نمر دلوقتي؟ أنا مش مش معاه فاكرة. رقاصه لا ما دلوقتي؟ خلاص ما عادش معاه. لا معاه رقاصه شغاله في شارع يا الهرم. عم ما عادش معاه، سيبناها خلاص. سايبينها بالكم قد ايه؟ 3 ايام 3 ايام ولا قد 3 ايه؟ ايام. بالك شهر ولا شهرين؟ 3 ايام
المهم ان الفلوس دي من شارع الهرم. انا ده ايه ده؟ انا معلش يعني مش بصراحه ومش طب همنتج الحمد الحته لله دي، أنا مش انا راكبة شايفه ان ولا انت يعني بتتكلم مع بطريقه عربيه غير ومش لائقه. عربيه، انا مش راكبه هامر يعني. لا لا، انا عشان كمان تقولي هي ما راكبة لا جابت، راجل، عربية. لا هي ما ما جابتش سيره مراتك عشان تجيب سيره جوزها. انا لا، هي بتقول لي لا يعني احنا دلوقتي في برنامج في التلفزيون، هي ما جابتش سيره لو مراتك ما- عشان تجيب. لو مراتي شغاله معانا حضرتك قولي، حضرتك ما فيهاش مشكله حضرتك. مم. انت بتقولي دلوقتي حضرتك سؤال صريح، بتقولي لها انت جبتي الفلوس عشان تيجي منين؟ قالت لك لا مش من شارع من الهرم، من جوزي. انا بقى عايز اثبت للناس ما هو جوزها شغال في شارع الهرم معانا. بس هي مش حابه انها تشتغل في شارع الهرم دي حاجه ايوه، ده موضوع تاني حضرتك. وده ده حاجه انا اشجعها يعني. واحنا ايوه انا ما نشجع بكسبش حضرتك منه يا عشان ايه؟ سعد، انا لو بكسب كان زماني معايا ملايين. وانت عارف كويس ان شارع الهرم دلوقتي ما خلاص انت ما عندك بقاش فيه فيلا. فلوس. طب ما انت انت عندك جبت فيلا. فلوس يا عم عشان معايا فيلا انت- بس ما فيهوش فلوس. عندك انت فيلا عارف دلوقتي ان شارع الهرم ما فيهوش فلوس. دلوقتي معهوش، بس الفيلا جت من ايه؟ من شارع الهرم. من وعربية دلوقتي سعد وقبل جت كده منين؟ بسنين من يا شارع سعد. الهرم.